الو. الو اختي سميرة، كيفاه؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. تعاودي كلشي بخير؟ الحمد لله. شنو سميتك؟ انا نجوى من ضروري نقول المدينة؟ علاش ما بغيتيش تقولي مدينه؟ ما نقدرش نقول المدينة. مالك نجوى؟ خليها عافاك، نجوى بدون اي مدينة. واخا نجوى اسم حقيقي ولا مستعار؟ لا، نجوى اسم حقيقي. واخا نجوى علاش نقول المدينة ماشي مشكل، انا نجوى من ماشي مشكل. مدينة الخليفرة. ماشي مشكل نجوى، مالك علاش كتبكي؟ اختي وقع لي مشكل دابا، عائلتي جراو عليا. شحال في عمرك بعدا؟ فوقلي دابا تقريبا 27، طالعة 27. 27 سنه. علاش جراو عليك والديك؟ حيت عرفوا بلي عندي علاقة، بس بحال ما تنسى ليا المشاهدين هذاك ما بغيتش شي واحد يسبني ولا شي ما حاجة. غيسبك حتى حد وما تديها حتى شي حد. خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقول لك. تكلمي معايا. علاش جراو عليك والديك؟ حنان. تعرفوني بلي عندي علاقة مع عمي. علاقه مع من؟ عندي علاقة مع عمي. عمك؟ كيفاش عندك علاقه مع عمك؟ عندي عمي شويه باقي صغير، بعيد ماشي كبير وماشي صغير في العمر، كيمشي للطاليان. ايوا. و... وكان فيما كيجي للدار عند جدي كتبقى كيعطي فيا شي شوفات داكشي. اها. من بعد بقينا كنخرجوا عادي، تيقول لهم غادي ندي معايا بنت خويا تخرجوا داكشي. هادشي فوقاش؟ كيفاش فوق؟ شحال كان في عمرك مين عمك بدا كيدير معاك هكا؟ بعد تقريبا عامين. عامين. تبارك الله، يعني عندك 25 سنه، واعيه ومدركه ما تقومين به، ماشي صغيره ماشي طفله. لا انا هاد البرنامج غيجيب لي الشغل. حنان. بلاتي حنان، بلاتي. حنان، عندك 25 سنه ربطتي علاقه مع عمك. كاينو بزاف ديال شي حوايج. بحال جات الحوايج خاصك العقلتي. انت الاولى خاصك تعاقبي. كيفاش كانوا بزاف د الحوايج؟ اش كتقولي؟ يديك الطاليان. يديك للطاليان عمك؟ استاذ كمحل. هذا المشكل دابا المشكل اختي، انا كنت هنا كنت عند واحد صاحبتي في يوم الليل. انت حامله دابا؟ شحال عندك في الحمل؟ كان عندي 4 شهور ما قدرتش نحيدو. عندك 4 شهور. حنان، انا فعلا صدمتيني، ولذلك كان عندي هذا رد الفعل. شنو اللي غادي يخليك حنان وانت عندك 25 سنه وتصاحبي مع عمك وديري معاه علاقه غير شرعيه باش يديك للطاليان؟ عمك خو باباك، ما هو ولد خالتك، ما هو ولد عمتك، ما هو جاركم، ما هو خو راجل اختك. عمك خو باباك. 25 سنه. انا ما كنتش غادي نفاعل. لو كنتي طفله قاصر غنقول تم التغرير بك، انما انت 25 سنه عارفه راسك اش كديري، ودابا جايه تبكي كتقولي انا حامله ودارنا جراو عليا. اش بغيتهم يعنقوك؟ دابا انا بغيت غير تحل سميرة، نحل اش هو دابا صافي خرجت من الدار، صافي اللي وقعوا حتى عمي وجرى علي جدي من الدار، المهم وقعت بزاف ديال المصايب وقعات. انت كي كتعترفي انت عرفتي شنو كيفاش شنو هو الحل؟ دابا انت عندك 25 سنه، كيفاش بدا تيغرر بك هذا عمك؟ واخا انت 25 سنه ما ماشي ديال التغرير، غيجي يضحك عليك قاصر ولا فاقده للاهليه. انا ما غنتعاطفش تقولي لي لا سمعت معاها، فاش مع من غنتعاطف معاها؟ بدا عندها 25 سنه تصاحبات مع عمها، نتعاطف معاها باش نوض وحده اخرى دير بحالها وتطلع تحكي للجمهور وتقول لهم الجمهور تعاطفوا معايا؟ راه عندها 25 سنه، هي اللي كتكتبوا تعاطفي معاها. مع من غنتعاطف؟ نتعاطف معاها لو كانت باقا قاصر طفله. هذه راه 25 سنه مدركه جدا لما تقوم به. دابا انت شنو حنان؟ والله الا حرام عليك، والله. علاش حنان؟ نجوى ماشي حنان ولا نجوى انا واش موضوع بحال هكا ما يتلفش؟ خرجتيني على طوعي يا نجوى. انا بغيت نمشي صراحه، بغيت نمشي نخدم، بغيت نمشي راه زين المحارم هذا. انا حامله ما عرفت. وحملتي معاه ومارستي معاه علاقه مع عمك و25 عام اصاحبتي. عشت في الدنيا بالطول وبالعرض، ما عرفتش شي حوايج فعلا. اش كتقولي يا اختي؟ اش كتقولي؟ 25 سنه يعني راكي بعقلك باش يديك للطاليان. علاش يديك للطاليان؟ زنيتي مع عمك وجيبه طفل للدنيا. دابا غتجيبي واحد طفل للدنيا، شكون باه؟ عمك. فهمت؟ تسطى مع هاد الناس. مشكله دابا ويجي واحد يقول لي مالك سميره دايره التطواج. انا راه دايره التطواج. اسمع حنان، بلاتي اختي احكي لي بالتفصيل كيفاش بدات العلاقه. عفوا حنان يا ابني. عفوا استغفر الله العظيم، هذه من الراجل. نجوى، كيفاش دابا كون كان شي حد اغتصبك عمك وعندك 25 سنه، كيفاش بدات علاقتك انت وياه نجوى؟ بدات العلاقه ملي كان جا من الطريان، كان العرس ديال واحد عمي اخر كان مزوج ولده، وكان مع
كاين مع الضيق بزاف عندنا في الدار وداك الشيء. عندكم الضيق في الدار وانت عندك اتساع في القلب. هذاك اختي سميره ما ديريش ليا وكنصوت. والله عرفتي علاش نغوت، علاش كنعاملك بحال هكا؟ راهي واش بغيتيني نعنقك؟ بغيتي تسمعك واحده اخرى تنوض دير بحالك؟ بغيتك تسمعني انا ما حاجه ما عرفتش غادي ندير. اش بغيتيني نقول لك ديري؟ ولدك ولد عمك، ولدك باه هو عمك، زين المحارم و25 سنه اش كتسنى مني نصفق عليك؟ نجوى ممكن تخليك مع الاستاذ كمال تعطيه رقمك؟ ماشي هذاك صافي انا نعطيه رقمي خليك مع انا غادي نتصل بك لاني لازم ناخذ فاصل، انا عندي السكر مضطره ناخذ فاصل. خليك مع الاستاذ كمال غنتصل بك بعد الفاصل. لا فعلا اعتذر، انا نسيت راسي وشبر، انا كنبقى بشر لحم ودم. Free audio post production by alphonic.com